السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة منتهى الإبداع المنزلي. وصفة اليوم غادي نقدم لكم حلوات بوشنيخة اللي كتجي لذيذة بزاف ومقرمشة بمكونات بسيطة واقتصاديين بطريقة سهلة غتوجدوها في نهاركم وما كتحتاجش الوقت، فدغيا كتوجد. فتبعوا معايا طريقة التحضير ديالها. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا قناتي فما عليكم تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله، وخليوا لي واش تعليق زوين ولايك باش تشجعني. نحلكم مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. فهنايا غادي نحتاج 6 ديال الكؤوس ديال الهنبة ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، ما يعادل 500 غرام. الدقيق خاصو يكون دقيق ممتاز. نص كاس ديال الزبدة اللي ديجا ذوبتها، وعندي 4 المعالق ديال الماء الزهر اولا ربع كاس. ملعقة كبيرة ديال الخل، واحد الطامة ديال الزعفران غنديرها في واحد الاناء وندوبها في شويه ديال الحليب. نص كاس ديال زيت نباتيه. ندي ملعقه كبيره ديال حبه حلاوه وملعقه كبيره ديال النافع، طحنتهم من قبل قبلتهم بالغربال. عندي ملعقه كبيره ديال القرفه، شاصيه ديال فاني 7 غرام، شاصيه ديال خميره الحلويات 8 غرام. دي هنايا الملحه، شويه ديال الملحه حسب الذوق، وديك طامه ديال الكنور. ملي ذوبات غادي نخلطوها مع العجين. كيف ما كتلاحظوا كنخلطوا جميع المكونات لهذا الشكل هذا، وغادي نخدم ديك الدقيق وديك المكونات اللي ضفنا مع بعض ونبسبسهم بحال اللي كنخدم بسكسو. كيف ما كتلاحظوا كنخدمهم بجوج يديا على هذا الشكل هذا، يعني نخدمهم مزيان باش لاباط ديالنا تجي زوينه. فهنايا غادي نحتاج 2 كؤوس ديال الهنبه ديال الحليب بارد عادي. غادي نضيفو واحد الكميه، فدائما تنضيفو بالتدريج حتى تنحصل على واحد لاباط اللي هي كاسحه، ما تكونش رطبه، حيت الا لاباط ديالنا رطبه راه غادي تعذبنا في الخدمه. بالنسبه انا للحليب، انا دخلت لي العجين 2 كيسان ديال العنبه، حيت ديك الكاس اللي درت فيه الحليب تيهز 2 كيسان ديال الهنبه ونص، يعني تقريبا كان ليا ديك النص. تنعطيكم بالعباره غير بالكاس ديال الهنبه، حيت ماشي كلشي عنده الميزان، فغير تبعوا غير المراحل والطريقه راه غادي تنجح معكم. ودابا غادي ندلكوه مزيان باش يتدلك لينا مزيان. فضروري من هاد المرحله هادي ندلكو العجين مزيان على هاد الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا العجين ديالنا راه كاسح صافي. هنايا بعد ما دلكتها مزيان غادي نقطعوها على شكل كويرات. غنقسمها على 8 اجزاء ونشكلوها كويرات كيف ما كتلاحظوا. صافي تنغطيهم بواحد الميكا ولا بلاستيك ولا السلوفان اللي عندكم، ونعاود عليهم واحد المنديل ونخليهم واحد 2 ساعات ديال المكانه. نتوما الا بغيتو تخليهم حتى اكثر، مثلا تعجنوهم في الليل وتخلوهم حتى الصباح ماشي مشكل. صراحه قد ما ارتاحوا كيجيو سالين في الخدمه. صافي بعد ما ارتاحوا غادي نطلقوهم على شكل مستطيل. كيف ما كتلاحظوا تنحاولوا يعني نكاتهم على الشكل مستطيل باش الا درتهم في الماكينه يجيوني مقادين. صافي نستمروا بنفس الطريقه حتى نساليهم كاملين. صراحه كتكون سهله واقتصاديه ودغيا كتوجد، ما كتحتاجش الوقت. بعد ما سرحتهم كاملين كيف ما كتلاحظوا غادي باش ندوزهم في الماكينه. الا جاتكم العجينه غليظه دوزوها في الرقم 2 وعاودوا دوزوها في الرقم 4 حتى دوزوها في الرقم 6 باش تجيكم متوسطه، يعني ما تكونش العجينه رقيقه وما تكونش غليظه، تكون متوسطه. فانا سرحتهم غير بالمدلك صافي تندوزهم مباشره في الرقم 6.
صافي بعد ما دوزتهم كاملين دابا غادي ندوزهم في هاد الشفرات هادو اللي كتخرج العجين بحال سباكيتي. كيف ما كتلاحظوا داك الشفرات اللي رقاق، راه ساهله صراحه، ساهله الا كتبان لكم العجين كتلصق لكم. رشوها بشويه ديال الدقيق باش تساعدكم في الخدمه. صافي نستمروا بنفس الطريقه حتى نساليهم كاملين، نخرجوهم كاملين في ديك الاله، كيبقاو على هذا الشكل هذا. بعد ما ساليتهم كاملين صافي تنحطهم في طاوله العمل، تناخذوا واحد الكميه من ديك الشعيرات على هذا الشكل هذا، تنشدوهم في الوسط وتنورك عليهم. فضروري نوركو عليهم الوسط باش يتلصقوا لينا مع بعض، ما يتحلوش لينا في الاثناء ديال القلي. صافي نستمروا بنفس الطريقه حتى نشكلوهم كاملين. صراحه راه ساهلين وما كيحتاجوش الوقت ولا يتوجدوا. صافي تنقطعهم على هذا الشكل هذا، تنفرقهم على بعضياتهم. الا كيجيكم ديك الجناب غلاظ نقصوهم، ماشي مشكل. صافي نستمروا بنفس الطريقه حتى نساليوهم كاملين. كيف ما كتلاحظوا هذا هو شكلهم، كيجيو صراحه زوينين وعاطين المنظر. بعد ما سالي هكا ونخليهم ينشفوا مزيان، قد ما نشفوا قد ما كيجيو صراحه بلا كريان زوينين. وغادي نخليهم واحد نص ساعه ولا ساعه ديال المكانه على حسب. اذا عندكم الوقت خليوهم اكثر ماشي مشكل. صافي دابا غادي ندوزو الكليان. درت هنايا الزيت سخن، سخنت الزيت مزيان على النار متوسطه. صافي تنوضح ليهم ديك الحلوه ولا الشنيخه على هذا الشكل هذا. صافي تنقلبهم مره حتى ياخذوا لنا ديك اللون مذهب، يعني ما نخليوهمش يتحمروا مزيان. غادي يزيدوا الطيب ديالهم في العسل. صافي ملي تنشوفهم خداو لي ديك اللون مذهب تنوضعهم في العسل مباشره. وكنأكد على الحافيه خاصها تكون متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف وما تكونش مجهده، تكون متوسطه، حيت الا مهيله غادي يشربوا الزيت بزاف، وإلا مجهده اكثر من القياس غادي يتحطفوا لكم، ما غاديش يطيبوا. على خاطر فمن الاحسن العافيه تكون متوسطه. صافي هنايا بعد ما طرات ليا المقله الاولى وضحتها في العسل كيف ما كتلاحظوا، وغادي ندير الكليه الثانيه بنفس الطريقه، ونخلي الكليه الاولى في ديك العسل باش تشرب مزيان. تنحركهم على هذا الشكل هذا. صافي تنصفيهم ملي تيشربوا ديك العسل. صافي تنصفيهم تنوضعهم في واحد الشبيكه ولا شي كسكاس، وديروا شي حاجه من التحت ديالهم باش تنزل ديك العسل ليه. صافي نستمروا بنفس الطريقه حتى نساليهم كاملين. صافي هنايا بعد ما ساليتهم كاملين غادي نسقيهم بسقيه الثانيه. سقيتهم خليتهم حتى تسكروا مزيان. من بعد كناخذ ديك العسل اللي نزل منهم وتنسقيهم مره ثانيه. بعد الطريقه هذه كتخليهم يتشربوا العسل مزيان، وكيجيو صراحه زوينين ومقرمشين وماسلين من داخل. جربوا هذه الطريقه صراحه كتجي زوينه وناجحه. هذا هو شكلهم النهائي، كيجيو على هذا الشكل هذا. فزينهم اي حاجه عندكم، سواء شجر سواء كاوكاو او النت، اي حاجه متوفره عندكم استعملوه. انا هنايا زينتهم بشويه ديال الكاوكاو، صراحه كيجيو زوينين وعاطين المنظر، وحتى في المذاق ديالهم رائعين بزاف، مقرمشين ومعسلين من داخل. كيجيو صراحه ولا اروع. جربوهم ما غاديش نوفرهم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.